3 عربيات دبابة مليانة بفريق رجالة بيهجموا على قرية بحالها علشان ينقذوا صاحبهم. ما تيجي نشوف الكلام على ايه؟ بيبدأ ملخصها في قرية نيبال اللي كانت متدمرة وجايبة آخرها، والعصابة اللي فيها مش بترحم أي حد حتى الحريم. المهم بيدخل زعيم العصابة في أوضة التعذيب الخاصة بيهم، وكانوا عمالين يضربوا ويلطشوا في واحد مكتفينه، وكان رافض إنه يتكلم أو يقول هو تبع مين. في نفس الوقت ده 3 عربيات دبابة يابا الحاج بيهجموا على القرية. بنعرف قائدهم هو بارني اللي معاه رجالة تاكل الزلط وما تعرفش الغلط. بيدخلوا في وسط القرية وبيدمروا أي حد يجي على طريقهم، ومحدش كان قادر عليهم. كانوا بيضربوا نار على أفراد العصابة وبيفرتكوا القرية باللي فيها. كانوا زي المجانين اللي بيصدقوا يلاقوا حد يطلعوا غلهم فيه. ضرب النار كان زي الرشاش اللي ما بيفضاش. كانوا ينجب معنى الكلمة وبينزلوا بقى من العربيات بتاعتهم وبيتعاملوا مع باقي الرجالة بتوع القرية، وبعد ما بيدشملوهم بيدخلوا أوضة تعذيب وبيخلص على كل اللي فيهم. وقتها زعيم العصابة كان خلاص هيقتل الراجل اللي كانوا بيعذبوه، ولكن بارني ورجالته بيدخلوا وبينقذوه في الوقت المناسب. لما بيشيلوا القناع بيطلع ابننا ترينش صاحب بارني. يا دي الكاسفة اللي انت فيها يا ترينش يا اخويا. ومن الكلام اللي بينهم بنعرف ان بارني وترينش جايين ينقذوا حياة الصيني ده اللي كان مخطوف من العصابة لانه ملياردير. المهم ترينش بيقول لهم عايز سلاح لان الخروج هيبقى اصعب بكثير، وبيرفض ياخد سلاح صغير وبيطبع في السلاح الكبير اللي مع سيزر، وبيقول له عيني جت فيه خلاص يا اسطى. فعلا بياخدوا نفسهم بقى وبيخرجوا علشان يفرتكوا الدنيا ويخرجوا الملياردير من القرية بسلام ويقبضوا بقى. خطتهم كانت انهم يطلعوا على العواميد بالشكل ده ويربطوا الحبل اللي بيوصل للغابة، وبيعملوا كده فعلا وبينجحوا وبيطيروا في الغابة زي الطرزان، وكانوا بيضربوا بالنار والرصاص كان زي المطر على الأخصام، لحد ما بارني وجاك وقعوا في كمين وسط الأخصام اللي كانوا هيفرتكوهم بالسلاح. ولكن بارني ابننا ما كانش تلميذ، بإشارة واحدة بس منه الرجالة اتقتلوا واحد ورا التاني، وده بفضل القناص اللي كان شغال في فريق بارني ومأمن عليهم كويس قوي. بعد كده بياخدوا فلوجات في المية وبيهربوا، بس برضو الأعداء كانوا وراهم، لكن فريقنا كان قادر يتعامل معاهم كويس قوي وخلص عليهم في 2.5 كلمة. وبارني كان وصل لطيارته وكلم الرجالة وقال لهم أنا في الطريق ليكو. بيخلي جاك يلقم المدفع اللي في الطيارة وبيفرتك بيه صف العدو اللي كان واقف قصاد منهم. وبعد قتال طويل وعنيف بين الطرفين بيوصل بارني لرجالته في الوقت المناسب وبيركبوا الطيارة بأمان، وبيبدأوا انهم يرموا اي حمل زيادة علشان الطيارة كانت في الضياع خالص. بعدها الطيارة بترفض انها تطير اصلا، وبيحاول بارني معاها بكل الطرق، وعلى اخر لحظة ربك بيسترها وبيطير. بنشوف بقى الفريق وهم في الطيارة بأمان، وبارني قال لهم جهزوا الزبون وبيسلموا لصاحبهم الصيني علشان يوصلوا لأهله بأمان. فعلا بياخد الباراشوت، بياخد الملياردير من قفاه وبيطيروا بقى، والدنيا كده كانت زي الفل. اما باقي الفريق فبياخد نفسه وبيروح يروق على حاله وبيسهروا في الحانة. جاك ما نزلش عينه من على حبيبته، وبارني قال له يا اسطى دي خانتك قبل كده، ولكن جاك كان في الطراوه قال له المسامح كريم يا اسطى، وده لانه بيحبها جدا وما يقدرش يستغنى عنها. اما بارني فكان بيتكلم عن جانر التمساح، وانه كان دكتور في هندسه الكيمياء ومعاه ماجستير وهيصه، بس ساب كل ده علشان بنت حبها والبنت نفضت له. بيخرج القناص لبره وبيكلم بارني بانه عايز يسيب الشغل معاهم، وده لانه حب بنت جميله من فرنسا وحابب انه يكمل حياته معاها ويعمل اسره ويستقر. بارني قال له يا اسطى ده احلى قرار انت خدته، وبيوافق انه يمشي، بس القناص قال له انا معاك لاخر الشهر وبعدين همشي. بيرجع بارني لطيارته وهناك بيلاقي ضيف مستنيه كان زميل ليه برضه اسمه تشير. المهم بارني قال له انت عايز مين يا اسطى وجاي ورايا ليه؟ فتشير قال له يا باشا انت مديون ليا. وبيبان ان بارني كان في عمليه من بتوعه وكان المفروض يتحبس، ولكن تشير انقذه وهربوا، وجه الوقت اللي بارني يرد له فيه الدين. بارني ابننا كان ابن بلد وقال له يا اسطى هرد الدين لو على رقبتي. وبنعرف بقى ان المهمه عباره عن طياره وقعت في الغابه وجوه منها خزنه محدش يقدر يفتحها، ولو اتفتحت بالغلط هتفجرك في ثانيه. وعلشان كده تشير هيبعت بنت اسمها ماجي معاهم علشان تفتح لهم الخزنه، وتشير بيقول له ان البنت دي لو حصل لها اي حاجه فرقبتك انت وفريقك هتطير. بيروح بارني في الميعاد وبيقابل ماجي اللي كانت جايه على موتوسيكل وباين عليها نينجا، بتتعرف على بارني، وفي الاخر بيتفقوا ان المهمه هتبدا الساعه 5 الفجر وبتسيبه وبتمشي. فعلا الساعه 5 بنشوفها في الطياره مع الرجاله، والتمساح كان بيحاول يلفت نظر ماجي ليه ويعاكسها، بس معرفش ياخد معاها لا حق ولا باطل. المهم بيوصلوا للمكان اللي الطياره وقعت فيه، وبارني قال للقناص يسبقهم ويعمل لهم الطريق، والكل بيعجب برشاقه القناص وسرعته، وده لانه كان ضابط في الجيش اصلا. في الاخر الطريق بيبقى امان وبيوصلوا للطياره اللي كانت متفرتكه، ولقوا الديابه بتاكل في جثث الناس اللي كانت في الطياره. بارني قال للقناص اخلع انت وراقبنا من فوق علشان لو حصل في الامور امور. بيدخل بارني وماجي وجاك للطياره، لكن باب الاوضه اللي فيها الخزنه كان حديد ومقفول. فبارني نده على سيزر بسرعه لانه جماوي قديم، وبكل قوتهم بيحاولوا انهم يفتحوا الباب وبينجحوا في كده،
وبيقولوا لماجي تخلص بسرعه وتفتح الخزنه لان الباب تقيل جدا وممكن يفلت من ايديهم في اي لحظه. بتلاقي ماجي ان للاسف القنبله اللي في الخزنه خلاص اتفعلت، فبارني بيقول لها طيب يلا بسرعه نمشي من هنا، ولكن ماجي كانت مصممه تاخد الورق اللي في الخزنه لانه مهم جدا، وقالت له انها قادره توقف القنبله، وبالفعل بتقدر على اخر لحظه انها تعمل كده وتفتح الخزنه وتاخد الورق وتبطل مفعول القنبله. طبعا بارني بيعجب بشجاعتها وبيبقوا في طريقهم للخروج، ولكن للاسف مش بالساهل. بيلاقوا نفسهم محاطين برجاله فان دام وبويكا اللي كانوا قبضوا على القناص وطحنوه ضرب. كان عمال يتاسف لبارني اللي قال له يا اسطى فداك، هو كان بقصدك يعني. المهم فان دام قال لهم الاسلحه كلها على الارض والا هنقتل القناص. طبعا القناص قال لبارني ان هم كده كده هيقتلوه وانهم يقتلوا وبلاش يستسلموا، فبويكا اخذ امر بانه يعلم على القناص بجرح محترم في صدره علشان يبقى يتكلم كويس ويعمل فيها بطل. وفان دام بيحط المسدس على راسه وبيعد لحد 3، فبسرعه البرق بارني بيقرر انه يستسلم علشان ينقذ الراجل بتاعه، وبالفعل بارني وكل اللي معاه بيرموا كل اسلحتهم على الارض، وفان دام بياخد سكينه بارني لانه اعجب بيها وكانت في الجمدان منه. المهم فان دام كان بيسال عن الورق اللي كان في الخزنه، فبارني بيعمل فيها من بنها وانه ما يعرفش حاجه عن الورق، ووقتها فان دام قرر انه يقتل القناص، ولكن ماجي بنتنا وقفته على اخر لحظه وقالت له خد يا اسطى الورق اهو، يكش ترتاح وتسيب الواد في حاله. بياخد جاك الورق وبيرميه في الارض، ووقتها فان دام وبويكا اتضايقوا قوي واصروا ان جاك يوطي على الارض ويجيب الورق ويسلموه يد ليد، وده اللي بيحصل فعلا. فان دام احترم انهم من اقوى القتله المأجورين وعلشان كده قرر انه ما يقتلهمش، لكنه مش هيعدي حوار قله الاحترام اللي حصل من جاك لما رمى الورق على الارض، وبكل عنف وبمنتهى الوحشيه بيغرزوا السكينه في قلب القناص وبيركبوا طيارتهم وبيمشوا. بيجري بارني على القناص اللي يا دوب قال له في جواب في جيبي اديه لخطيبتي، بيموت القناص والكل بيحزن عليه خصوصا بارني، وبيدفنوه وبيقرروا انهم ينتقموا له. الباشا تشير بيكلم بارني وبيزعق له لانه اتاخر، فبارني قال له على اللي حصل وانه ما يزعقش لان اللي بيقاتل على ارض الواقع غير اللي بيتكلم وبيزعق على المواقع. يا تشير يا اخويا ما تبقاش قاعد في تكييف المكتب بتاعك وانا بقاتل مع رجالتي وتقول لي سين وجيم. بتشوف بقى بويكا ورجالته هم في المنجم، وبيلاقي واحد تعبان فبيضربه بالنار، وبيقول لو حد تعبان تاني يقول لي وانا هريحه. فان دام قال له اجمع لي رجاله تانيه، بس للاسف كانوا اخدوا كل رجاله القريه، وبمنتهى الوحشيه قال له هات الحريم والاطفال يشتغلوا علشان نخلص ونلم فلوسنا. بنشوف بويكا وهو راكب العربيه اللي بتوصل للمناجم، وبنعرف ان الورق اللي كان في خزنه الطياره خريطه بتبين لهم مكان البلوتونيوم اللي بيدخل في صناعه القنابل النوويه. تعالوا بقى نروح لبارني وجاك اللي راحوا الحانه القريبه من المنجم، وده علشان يستدرجوا واحد من رجاله فان دام ويعرفوا فين مكانه بالظبط. بارني بيطلب حاجه يشربها بس الست مش بترد عليه، بيحس ان في حد واقف وراه، وكان واحد من المجرمين بتوع فان دام، وكان اللهم صل على النبي طول بعرض بارتفاع. جاك كان متوتر جدا، اول ما شافه قال هي مالها بردت كده ليه؟ بيجمع قوته هو وبارني وبيمسوا عليه بضربه فتاكه جابته الارض. وقتها قرروا انهم ياخدوا منه المعلومات، ولكن ماجي بتدخل عليهم وبتقول لهم سيبولي، وكان معاها شنطه صغيره كده، فجاك قال لها تعملي له باديكير ولا ايه؟ وده لان كان معاها مقص وقصافه وحاجات من دي. بعد شويه بيخرجوا وكان معاهم معلومات عن كل حاجه عن مكان فان دام ورجالته، وبيقول بارني لجاك روح انت بلغ الرجاله باللي حصل وهات المعدات وتعالى ورانا. بعد يوم طويل بنشوف بارني ومعاه رجالته وكانوا وصلوا القريه متدمره وفاضيه بقالها زمن. المهم بارني بيقرر انه يبات ويريح شويه هو وفريقه لحد ما جاك يوصل لهم. بيدخلوا المطعم بيتزا قديم وبيتجمعوا حوالين بعض، وكالعاده يا ساده التمساح كان بيعاكس في ماجي اللي كانت منفضه له على الاخر وكانت اصلا عينها من بارني، اللي بعد شويه بيقعد لوحده وبتروح ماجي تتكلم معاه وبتحاول انها تقرب منه، بس هو جاب لها من الاخر وعرفها ان شغلانته على كف عفريت واستحاله يعمل اي علاقه مع اي بنت ويموت ويسيبها. تاني يوم الصبح بيخرج سيزار لبره ومعاه قهوته، هوب بيلاقي رجاله فان دام محاصرين المكان ومعاهم اسلحتهم الفتاكه، فبسرعه قال لزمايله كلكم على الارض، وضرب النار بينزل عليهم زي المطره. بيجمعوا قوتهم ونفسهم من تاني وبيقوموا بقى علشان يتعاملوا مع الاخصام. بارني كان مع ماجي وبيضرب عليهم نار وبيحميها برضه في نفس الوقت، وباقي رجاله بارني كانوا على اخرهم وبيقتلوا في العدو واحد ورا التاني. وجاك كان بيطمن على بارني وقال له انهم متحاصرين برجاله كتير معاهم اسلحه، وهوب لا دبابه معاهم كمان. فبسرعه البرق كل واحد فيهم بيستخبى في حته، وللاسف الذخيره بتخلص من بارني ومش بيبقى باقي الا رصاصه واحده بس، وقال زي ما تيجي بقى وفيها لخ فيها. لسه بيضرب الرصاصه الباقيه على الاخصام، بيلاقوهم بيقعوا واحد ورا التاني قدام منهم، وبيبقى في حد تاني بيضرب فيهم بس مش بيبقى عارف هو فين. المهم الوحش الخفي ده بيخلص على كل الرجاله وبينقذ بارني ورجالته من موت مؤكد. فجأة بيظهر المنقذ بتاعهم وكان برضه زميل بارني في الشغلانه واسمه الديب،
وده لانه دايما بيحب يشتغل في هدوء ولوحده. بيتكلم بقى هو وبارني، وبنعرف ان الديب مكلف بمهمة قتل رجالة فان دام وقتل فان دام نفسه لانه خطير جدا، والمنجم اللي وقع عليه هيبيعه الناس خطيرة هتدمر به العالم. ولما بارني بيطلب منه المساعدة قال له انت عارف يا صاحبي اني بحب اشتغل لوحدي، على العموم يعني في قرية جنبنا هنا بتكره فان دام ورجالته وممكن يساعدوه. وبعدها بيودع بارني وبيمشي. من هنا جاك بيوصل وبيعملوا عليه حفلة لانه جاي متأخر بعد الهنا بسنة يعني، وبياخد بارني ورجالته وبيوصلوا للقرية اللي الديب قال عليها. ولكن فجأة بيلاقوا ضرب النار عليهم من كل مكان. بس اللي يضحك في الحوار ان مفيش ولا رصاصة بتيجي فيهم، وده لان اللي بيضرب ستات القرية اللي مش عارفين يستخدموا السلاح اصلا. ولكن ماجي قالت لهم بشوش يا جدعان وهدوا اللعب شوية، وبتعرفهم انهم جايين القرية علشان يساعدوهم. البت إيلا بتطمن لهم وبتقول لبارني ورجالته اتفضلوا معانا جوه. وبتفرج بارني على الاطفال اللي كانت مخبياهم وبتاخدهم للكنيسة وبتبدأ تحكي لهم ان فان دام ورجالته وصلوا للقرية ونصبوا عليهم واخدوا رجالة القرية بحجة انهم هيشتغلوا بمبلغ وقدره. ولكن للأسف طلعوا كدابين ومفيش اي راجل بياخدوه بيرجع تاني. والمشكلة اننا عرفنا انهم هيوصلوا في اي وقت وهياخدوا الاطفال كمان وبعدها هياخدوا الحريم، وعلشان كده والاخر نفس فيهم هيدافعوا عن اطفالهم. وبالمناسبة إيلا واخدين جوزها وعيالها الاتنين، وبتطلب من بارني المساعدة لكنه رفض وقال لها انه هو كمان وراه مهمة ولازم ينفذها، وبيسيبها وبيمشي. جاك ابننا يسكت بقى ابدا، الحريم بتصعب عليه، وبارني كمان قرر انه يساعدهم ويقف جنب منهم. ومش بيفوت وقت كتير ورجالة فان دام بيوصلوا القرية بعد ما لقوا البلوتونيوم وقرروا ياخدوا الحريم وباقي الاطفال علشان ينجزوا شغلهم. بيلاقوا طفل صغير بيجروا وراه لحد الكنيسة، وهناك بيلاقوا القسيس وبيسألوه فين الطفل وفين باقي الاطفال. ما يعرفوش ان القسيس هو جاك اصلا اللي خلص عليهم في ثانية الا ثانية وهجم عليهم وجابهم الارض، ومحدش فيهم كان قادر عليه عشان سندال. نرجع بقى للمفتري ابن المفتريين بويكا. لما العامل خرج له اخر قطعة بلوتونيوم فقال له تسلم ايدك يا اسطى، وقام مديله رصاصة موقعه في البير وقافل عليه. جاحد يا جدعان. في الوقت ده بارني كان بيراقب المنجم بعد ما خلص على عصابة فان دام هو ورجالته، وسيزر قال له اعذر جهلي يا اخويا لو هتقل عليك، يعني اتمنى يكون عندك خطة نطلع بيها السلام من المنجم ده. فبارني قال له عيب عليك، ثق فيا يا جدع، انت هتشوف شوية دلع من اللي اتمنع دلوقتي. وعيال الجحدة كانوا مجمعين كل رجالة القرية وقرروا اعدامهم بأوامر من فان دام الجاحد. بنشوف بارني اللي ركب طيارته وقرر انه يدخل بيها في قلب المنجم، اصل مش هينفع الا كده يا صاحبي. المهم العمال كانوا عارفين ان دي لحظاتهم الاخيرة في الحياة، بس فجأة رجالة بارني بيدخلوا عليهم وبينقذوهم على اخر لحظة وبيقتلوا كل رجالة فان دام اللي كان بيهرب مع البلوتونيوم بتاعه. والجاحد كان زارع قنابل متفجرة في المنجم كله، وفعلا ضغط على الزرار وبدأ المنجم في الانهيار. وبارني كان بيحاول يخرج العمال من المكان، ولكن للأسف جدار بالكامل بيقع قدام باب الخروج. طبعا كلهم قالوا للتمساح اتصرف بقى يا جينيوس، انت مش كيميائي. وفعلا التمساح قرر انه يصلع قنبلة من الجدار اللي مليان فوسفات، ورجع لورا وقال للرجاله سدوا ودانكم يا جدعان عشان العظمه هتحصل الان. وللاسف خطته بتفشل، وده بسبب ان نسبه الرطوبه في الجدار عاليه جدا. بس فجاه بيلاقوا الجدار بيتشقق وهوب بيدخل عليهم جرار ناسف هد الجدار باللي فيه، وطلع بقى مين يا جدعان؟ ايوه ترنش ابننا اللي كان في اول الفيلم وقال لبارني كده خلاص خلصين يا اسطى، انقذتني فانقذتك. المهم الرجاله بترجع القريه لحريمها بامان، وإيلا بتلاقي جوزها وعيالها وكله كان في السليم منه، وبيوصل يتشير وحب انه يشارك في القتال مع بارني. وبالفعل بيوصلوا لمكان فان دام اللي كان هيهرب عن طريق المطار. بيدخل بارني ورجالته وبيقتلوا في رجاله العصابه واحد ورا التاني، والمكان كله اتدمر باللي فيه والرصاص كان نازل زي المطره. انتشرت حاله من الرعب والفوضى في المكان، وكان بارني هيتقتل ولكن الديب بيظهر وبينقذه على اخر لحظه. اما جاك ابننا فكان ورا بويكا، قال له اصلا محدش هيقتلك غيري، وبيدخلوا الاتنين في قتال حاد وعنيف من نوعه. في الاول جاك كان مسيطر، بس بويكا كان بويكا برضه يا جدعان، كان عمال يدشمل فيه على اخره. بس جاك ابننا برضه تربيه بارني كان بيدافع عن نفسه كويس قوي، وبضربه قويه بانه لزق بويكا في مروحه الطياره اللي كانت شغاله، فبيتفرتك حرفيا وبيموت. ومع السلامه يا بويكا يا اخويا. اما ماجي فرحت ورا بارني اللي قال لها ايه اللي جابك هنا يا وليه، مش ناقصه طرطشه على المسا، ولكنها انقذته من الرصاصه كانت هتيجي في نص دماغه. بيشكرها وبيقول لها انه هيدخل ورا فان دام وياها تدخل وراه، وانها تستنى هنا، لو فان دام خرج تقتله ولو هو اللي خرج فخير. المهم بيدخل بارني ورا فان دام وبيضربوا نار على بعض لحد ما الرصاص بتاع فان دام بيخلص، فقرروا انهم يتقاتلوا بدون اسلحه راجل لراجل. وبتبدا المعركه بين الاتنين اللي كانوا افخم من بعض، مره واحد يضرب والتاني يتضرب وهي ماشيه،
ولكن فان دام بيسيطر في الاخر وبيجيب بارني الارض، لكن بارني بيقوم بسرعه وبيجمع قوته من تاني وبيدخل معاه في قتال ابن جحده وبيقلب كرامه فان دام في الارض، لحد ما فان دام كان هيقتله بالجرس، بس بارني بيتفادى الضربه بكل حرفنه وبينزلوا على ارض الواقع وبيتبارزوا، واحد بالجنزير والتاني بالسكينه، والملعب ولع يا جدعان بينهم. وفي اخر القتال العنيف اللي ما كانش راضي يخلص ابدا ده، بيقدر بارني انه يسيطر عليه وبيخليه يجيب اخره، وبياخد بارني السكينه بتاعته من على الارض وقال لفان دام هدواك المرار بسبب اللي عملته في القناص. وبعدها بيخرج بارني وهو بخير لماجي اللي كانت مبسوطه انها شافته، وبيخرجوا لتشير وترنش، وبيبقى بارني جايب راس فان دام في شوال. اما تشير فشكر بارني على اللي عمله، وكمان اتاسف له على موت القناص وجاب له طياره جديده بدل اللي اتدمرت في المنجم. وبيودع بارني ماجي اللي كانت زعلانه قوي لانها وقعت في حبه، وهو رفض يربط نفسه بيها لان شغله على كف عفريت. بعد كام اسبوع بنشوف خطيبه القناص اللي لقت صندوق كبير مليان بالفلوس قدام بيتها، ومعاه الجواب اللي القناص سابه، وكان محتواه انه كان حابب يكمل حياته معاها وانه حبها من قلبه، ولو الجواب ده وصل لها فهو كده مات، وتبدا هي بقى مع حد تاني من اول وجديد وتنساه. اما جاك فكان جنب بارني في الطياره وعمال يتريق على وشه اللي اتدمر في قتاله مع فان دام. وهنا بيخلص فيلمنا نهايه كوميديه لذيذه. اتمنى يكون عجبكم، اعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل ملخصاتنا الجديده اول باول. سلام.